السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الكسكسي، وعايزه اقول لكم بقى ان انا هقول لكم على الاسرار والتكات بتاعته على طريقه حماتي. هنا بقى جبت يعني حوالي 5 كيلو او 6 كيلو دقيق، ودورق فيه شويه ميه وملح، وهرشرش بقى كده شوية بشوية كده، ايد اكون برشرش بيها والايد التانية هتقلب زي ما انتوا شايفين كده، وهفضل اقلب وابس معاكم كده. انا عايزة اقول لكم ان انتي خديه كده بالراحة كده خالص. طبعا دي طبعا طريقة حماتي وتحت اشرافها، وواحدة بواحدة كده، وبسي بحيث يعني ما يبلبسش معاكي ولا يعجن معاكي زي ما انتوا شايفين كده. كنت ببسه كأنك بتبسي اللي هو الدقيق بتاع القرص، العجينة القرص كده في العيد. هو بصي طريقته سهلة جدا، يعني الطريقة دي الطريقة اللي هي التقليدية بتاعت زمان. هنا بقى الحاجة حماتي جابت حلة كده وحطت فيها مية والمصفى اللي هو الكبير دوت. لو مش عندك طبعا اللي هو الحلة البخار دي، فممكن تستخدمي بقى اي مصفى عندك كده وحلة، وتحطي فيها شوية مية، وزي ما انت شايفة كده عجينة اللي هي عجينة الردة، وتلزقي بقى بيها الحلة كده. دي طريقة اللي هي بتاعت زمان، بس حلوة وسهلة وجميلة وبتسهل عليك، يعني مش شرط اللي هي الحلة البخار يعني. هنا بقى انا كنت خلصت طريقة اللي هو بسيته الاول كده على ايدي. بس حسيت ان هو مش ناعم قوي معايا، فقلت لا انا هنعمه اكتر في الكبة. فانتي طبعا زي ما تحبي ممكن تعمليه في الكبة في الاول خالص من غير ما تبسيه على ايدك، وهيتسهل عليك الموضوع اسهل. بس انا بقى حبيت ان انا اعمل طريقة حماتي وكده يعني. جبت بقى الكبة كده وشوية بشوية، وقعدت كده عملته كله في الكبة تاني ونعمته زي ما انتوا شايفين كده. هتحط شوية بشوية كده من غير مية خالص، لانك انتي طبعا كنتي خلصتي بقى عملت المية في الطريقة الاولانية في المرحلة الاولى يعني. بعد بقى ما خلاص نعمته كله كده وبقى كله زي ما انتوا شايفين كده، حماتي بقى جابت بقى المصفى كده وجبنا شاشة، وهحطه بقى المرحلة دي لمرحلة التسوية، وهسويه معاكم زي ما انتوا شايفين كده على البخار. هتجيبي بقى عندك اي شاشة كده تكون مخصصة، يعني تعملها مخصوص للي هو الكسكسي دوت، او اي يعني قطعة تكون لونها ابيض كده عندك، او طرحة بيضة مثلا وتعمليها. طريقته سهلة جدا ومبتاخدش وقت وفي الاخر يعني النتيجة بتبقى حلوة خالص. انا بقى الحاجة الله يديها الصحة والعافية يا رب، يعني كانت صايمة والله، بس يعني عملته طبعا معايا وكانت بتشرف عليا طبعا. الله يديها الصحة والعافية يا رب، بارك لنا فيها. زي ما انتوا شايفين كده بقى، بعد ما فضينا اللي هو الكسكسي كله، هنربط بقى كده الشاشة، وبعدين هنغطيها بقى يعني بغطا حلة عندك كبير مثلا. المهم ان انتي تغطيها كويس قوي ما يطلعش البخار منها. وطبعا كل شوية تفضلي بقى تقلبي، يعني مش بس تحطيه كده وتسيبيه وخلاص، لا قلبي. ولو حسيت ان المية
نقصت في الحلة من تحت، هتشيلي اللي هو الشاشة دي وتزودي المية. هنا بقى كان خلاص استوى معايا. هشيله بقى وافكه تاني. وبعد بقى ما فكيته معاكوا كده، حط بقى السر بقى بتاعه في الزبدة الصفرا. عندك سمنة بقري بقى صفرا كده، سيحيها بقى وحطي. هو ده بقى اللي بيديله اللون اللي انتوا شايفينه، اللون الجميل دوت، اللون الاصفر الجميل دوت. وهتقلبيه بقى زي ما انت شايفة كده. هتقلبي الزبدة كلها والسمنة اللي هي بعد ما سيحتيها كده، هتقلبيها في الكسكسي كده. هيبقى بصوا عامل ازاي، تحفة تحفة بجد. يعني بصراحة كل اللي داقه شكر فيه جدا. دي طبعا نتيجة نهائية. عايزة اقول لكم ان هو بصراحة كان تحفة تحفة تحفة، وطعمه جميل جدا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. بصوا، مشروع